حياكم الله متابعين الشيف صفاء. اليوم راح اعمل لكم طريقة الكنافة بقوالب البوب كيك. طريقة سهلة وسريعة ان شاء الله تنال اعجابكم. الطريقة والعمل: عندنا عجينة كنافة، وعندنا هذا القوالب مال البوب كيك دهنتها زيت هاني، وعندنا ملعقتين زيت، عندنا جبن برشته، طبعا هذا الجبن اللي استخدمته، زائد سكر مطحون. حاليا ثرمنا العجينة بهاي الطريقة، راح نضيف لها ملعقتين كبار سكر باودر، وملعقتين كبار زيت، دهن، زبد اللي متوفر عندكم، ونخلطها خلط جيد. نخلطها. هسه حاليا راح نضيفها بالقوالب بهاي الطريقة. نضيف كمية، وبعدين نضيف الجبن، ونرجع نضيف الطبقة الثانية من الكنافة، ونكبسها كبسة خفيفة. هسه راح نضيف الطبقة الثانية من الكنافة، ونكبسها كبسة بإيدنا بهاي الطريقة. هسه حاليا هذا القالب الثاني دهنته، وراح أضيف الكمية بي، وأرجع أضيف الجبن، وأرجع أضيف الطبقة الثانية من الكنافة، ونفس الطريقة أكبسها كبسة خفيفة، وأدخلها الفرن لمدة 15 دقيقة، وتطلع عندنا جاهزة. هاي الطريقة أكبسها، دخلها الفرن لمدة 15 دقيقة، ونشوف لكم إياها. وهاي النتيجة النهائية، إن شاء الله تنال إعجابكم. تحياتي لجميع المتابعين، وأعتذر عن الانقطاع.